انا جيت. استاذ احمد رافع لا تواخذني تاخرت على المسخر عليك، بس بتعرف انت قاعد بقى ظروف الحياه. قال فاضحنا يفضحين لك شو مسوي؟ لك يا فنان يا قدير، لك الداعمين تبع التيك توك يلي بيدعموا البنات مشان يحكون اخر الليل فيديو ما ساووا اللي سويته انت. خيو شغلنا الانترو لانه شكله اليوم كمان عندنا جلب لوط. احمد رافع تعال معي شوي حبيبي، بدي احكي معك كلمتين. لك حبيبي رافع شو هيك عامل؟ هيك ربتك الدراما السورية؟ يا بشو الله يكسر ايديك، هات فرجينا شوف شو عامل. الله لا يوفقك. لك ما هذا انا بخلي مسؤوليتي عن محتوى هذا الفيديو ماجي، يعني بالمختصر المفيد زائد 18، يعني اذا بدي اشوف واحد تحت 17 بالفيديو بس خلص انت الا هون بس وقف الفيديو، حط لايك واطلع اتفرج على الارانب كيف تصطاد الذئاب. اكمل اكمل اكمل، الله لا يوفقك. ارخي حالك خليها حالك شوي، هلا بيرتفع معك الكوليسترول شوي، الكوليسترول هذا هنا بيرتفع لفوق. اكمل. بصراحه ما شفت في فرق بين فضيحتك والدراما السوريه. ارخي حالك يا ويلي يا ويلي. ما بصير هيك. احمد رافع موهبه عربيه تستحق الدعم، ولازم كلياتنا نوقف وراه والله نيال كل وحده اسمها مريومه، ما عاد تاكل هم، بس صار معك شد عضله بدماغ، بواسير بالكاحل، حلك عند الاستاذ احمد رافع. ارخي حالك. طيب يا استاذ شو هالعمليه؟ شو يحكوا عننا الدول المجاوره مثل الدوله الشقيقه العراق؟ اوسخ شعب، شعب وامن، وكل صفات موجوده بالشعب العراقي. الشعب العراقي اذا كان مثلا اخوات اثنين متجوزين، اوكي، واحد منهم متجوز، راح مشوار اخوه بيحاول لاخوه، عراقيين وسخين. لا بدك تسمح لي، مو بس اجلل البلاط بل امسح الحمامات فيك. الشعب العراقي اشرف من البطن اللي سكنت فيه 9 اشهر، والغبره اللي بتطلع من صرمايته اطهر من لسانك. طب شو رايك يا احمد رافع الضغط بالدوله الشقيقه لبنان؟ اللبنانيات واللبنانيين نسبه السحاق عندهم كثير عاليه، ونسبه الطنطات بلبنان نسبه كثير عاليه، كثير عاليه. هي مشكله هذا الشعب. والله ما في سحاق غير بين دماغك الايمن ودماغك الايسر. اهلنا في لبنان انقى وارقى من دماغك السحاقي اللي انتج لنا هيك كلام. طب شيلك من الدول الشقيقه والمجاوره والهالشا، نحن شو نحكي عنك؟ عدوك اللدود ايمن رضا شو يحكي عنك؟ احنا عالمنا عالم واكل عيشاكي، هذا عالمنا عالم حبيبي. ايمن رضا كثير وسخ وكثير تافه وما حدا بيحبه، حشاش وسخ، شطافة بناية ما بيوفرها، عرفتي كيف روحي؟ فأنا بالنسبة لي مزح معي مزحة غليظة بمسلسل هوا بحري، لما مزح معي أنا دفشني على المي قدام هاني الروماني الله يرحمه، أيمن زيدان قال له تفشوا لأبو محمد، فرقدت وراه أنا بدي أوسه. أخطي كان مفكر عم تسمعوا بس مريومته، طلعت مريومات البلد كلياتها عم تسمع، نجرته خازوق كلياتنا سمعنا هاتو. هلا المخرج المفروض انه يكون طلع مقابله ونكر هذا الشيء صح؟ كما تعودنا. اليوم الذكاء الاصطناعي بيجيبك وبيجيب اي انسان. ايوه اي انسان مزبوط. اليوم الذكاء الاصطناعي بيجيب، ممكن تركيبات اخذينها من صور وعاملين، اليوم المونتاج بيعمل لك اللي بدك اياه. لا حبيت ذكاء جود. واليوم الذكاء الاصطناعي خرب الدنيا، هيك عم نشوفه على السوشيال ميديا شو عم بيعمل بالعالم، شيء لا يوصف. هذا الفيديو مفبرك. هاي الذكاء الاصطناعي بشيل البني ادم بحطه تحت بوضعيه غير لائقه، بخليه يعمل حركات واهات. اكمل عذرك اقبح من ذنبك يا زلمه.
منتج 8 مرات هذا العمل، عاملين له مونتاج ومركبينه تركيبات وعاملين له افلات. يعني انا مستغرب انه شو مستفيد هو. طيب خيو الحجي شو وضعها؟ ان شاء الله هيك ما عملت لك مشاكل، سببت لك شغلات. تاثرت يعني، ما عندي شيء، انا زوجتي انسانه اللهويه كثير. الله لا يوفق. انساني شو؟ اللهويه كثير. اللهويه. قلبك عامر بالإيمان، لا إله إلا الله. استاذ انت شامط لك شيء صرماي على الريق قبل ما تطلع مقابله؟ شو بده يخوفني؟ انا رجل ما بيعيبني شيء، بدك تسمح لي بليره يعني. انت كرجل بعيبك كثير اشياء، الذكوريه اللي براسكم شوي شيلوا لي اياها. انت كرجل بعيبك اخلاقك، معاملتك، تصرفاتك. كثير ناس جواتها احمد رافع بس الكاميرا ما صورته، ومريومته ما فضحته. مناسبة في كثير ممثلين بعد هاي الفضيحة اخذت احتياطاتها، ففهمك كفاية. المهم اذا انت من محبي الاستاذ احمد رافع اشمطنا لايك، واذا بتكرهوا شارك الفيديو مع العيلة والاقرباء والاصدقاء والمصالح والممالح. اما بقى اذا بتحبوا مريومة اشمطونا اشتراك حلو ظريف، وانا رايح ابعت مريومة لعند وائل شراف.